منطقة المشتل كانت لوهلة الحياة هادئة إلى أن أتى خبر الموت. لم يصدق أحد ذلك، لأن هذا الشاب وكما يظهر في الكاميرا كغيره يركن السيارة هنا، لكن الاختلاف أنه باع إنسانيته قبل دينه، فصدق نبأ الموت بعد لحظات من موعد انسحابه. تم اتصال من قبل المدعو أبو مصطفى. اتصل بي قصدك لو بالربط كان رايح بالربط؟ لا سيدي، اتصل بي بعد أنا جيت من العمل. اتصل بي مصطفى. كلفني قال اكو سيارة راح يتم نقلها من مكان إلى مكان آخر. نعم. نعم سيدي. دورك سيدي دوري نقل السيارة. شنو أبيو صفرة سيدي. أبيو صفرة. نعم سيدي. وين؟ في المشتل. نقلتها منين لمنين؟ نقلتها من شارع ركن إلى داخل فرع الأسواق. انت ما طالع بس اطلاع الهدف؟ نعم سيدي. بعد وصولي المكان تم استطلاع من قبل ابو مصطفى. يعني صعد وياك وقال لك هذا المكان؟ نعم سيدي، قبل ابو مصطفى. وبعدين ابو مصطفى عاطي؟ نعم سيدي. نعم. بعدين سحب ابو مصطفى تم نقله. شو صار؟ شو تسوي؟ شو تقود السيارة؟ انا انقل السيارة. قبضت السيارة نعم. هي اسواق سيدي. اسواق؟ نعم سيدي. مرطبات يعني؟ نعم سيدي. ايه اسواق سيدي. خوش. ايش لابس؟ لابس ملابس. شنو؟ تيشيرت رصاصي. ابيض؟ بنطلون رصاصي؟ او بنطلون رصاصي. نعم سيدي. بنطلون رصاصي وتيشيرت جونة؟ ابيض. ابيض. نعم سيدي. بعدين ايش سويت؟ طبقت السيارة. نعم سويت؟ سيدي. طبت الاسواق. ايش سويت بالاسواق؟ سيدي اشتريت. شو اشتريت؟ اشتريت بيبسي سيدي. تجولت؟ نعم سيدي، جولت في الاسواق. وبعدين؟ وبعدها خرجت من الاسواق. من الاسواق؟ نعم سيدي. وبعدين سويت؟ وبعدين التقيت بابو مصطفى. وين كان ابو مصطفى؟ ابو مصطفى كان قرب الاسواق سيدي. يراقب لك؟ نعم سيدي، راقب المكان. وفي نفس الوقت يجي نقلك يعني؟ نعم سيدي. هو طلب مني. الشك فيك بالاسواق؟ لا سيدي. يعني الاسواق المرطبات؟ لا الناس تطلع سيدي ما حد شك فيه. نعم سيدي. استغليتوا انشغال الاسواق سيدي. الاسواق. نعم سيدي. بالمواطنين رواد المكان. نعم سيدي. نعم سيدي. بعدين؟ وبعدين سيدي طلب مني ان اترك المكان. تترك المكان؟ نعم سيدي. وبعدين سيدي بعد تركت المكان قام بتفجيره ابو مصطفى. نعم بعد انسحابه من المكان. آلية التفجير شنو؟ موبايل؟ حسب علم سيدي ريموت. ريموت كنترول؟ نعم سيدي. الريموت؟ المدعو ابو مصطفى لان كان هو مخطط العمليه. قضي الأمر قبل أن يضع الإرهابي غسان ماكينة الموت قرب أسواق يقصدها أطفال وأمهات وآباء عزل وآمنون. دبر مكيدته بأمر من مسؤوله العسكري الذي يترقبه عن بعد، يسترق لحظة مناسبة للضغط على زر الموت. أريد بس أشوفه يا بس أريد أشوف. ارجع لورا أشوفه. يما همام لك الله أكبر. هاي أمه مخبلة. لك الله أكبر. لك رحمة ما عنده. لك القدوس الطار شلون خلانا فد مرة. ليش؟ هم شو تسوي؟ بدهم عيادوا لك في الملابس العيد، حتى العيد ما تهنوا بي، حتى الملابس ما لبسوها الاطفال، ذيك لنا عافوهن بالبيت، كلهم ذولا 25 واحد 30 واحد، شنو ذنب سووه؟ شنو الجريمة سووها؟ عم تشوفون الناس شلون تتوافد هنا؟ تتوافد هنا، نشوف للناس انه هذه استهدافات عشوائية. هذه 5 ساعات تراحم. نعم. كم تراحم عندي الان؟ شوف خمسة بنتي وبنات بنتها 2 وابن ابني ومرت اخوي. كم تراحم عندي انا؟ بقى في حياتك متوان الجنة. متوان زين. ليش تحصل بالعالم هذا؟ يتحاسبون. شيخنا هم عندك الله يخليك. شلونك انت؟ شلون امورك؟ احنا نحاسبه طولنا، احنا نحاسبه 5 نفرات. احنا نحاسبه 5 راحوا عندي. 5 شهداء. لا رحمة الله. بنت صغير 3 سنوات عمره. وبنت اخوي جاي قطار عندنا. نعم. وشهادتين اطفال. عايدني قطار. كانوا وين قاعدين؟ يعني عندي يسوقون هنا في هاي المنطقة. نعم. يشترون لنا. نعم. أين المفر في ساعة اللقاء بين الجلاد والضحية؟ وقد انقلبت مقاييس السلطة والحكم هنا لصالح الأخير. واحد طلع له رشاشة. صح، ورمانة كله. ورمانة. ايه
ينزلون هناك شو يسوون بيهم؟ ما قدرنا أن نجري عملية كشف الدلالة في هذا الموقع لأن الناس فقدت سيطرتها على أعصابها من شافت الجاني، وأي جاني اللي قتل أطفالهم وخطف شبابهم رادوا يوصلوا له بمختلف الطرق، وانطيتهم كل العذر في ذلك لأن العشرات من الشهداء والجرحى راحوا ضحية هذا الانفجار، وما فرقت آلة القتل في وقتها بين دم هذا وذاك، كلها دماء أبرياء وغالبيتهم كانوا أطفال. بس هذا القاتل بالنتيجة يبقى بمسؤولية الأجهزة الأمنية اللي جابته. عفنا منطقة المشتل ورجعنا بعد فترة وصارت أحداث ووقائع جديدة راح نعرضها عليكم، لكن بعد أن نغطي لكم مجموعة المناطق اللي فجر بها القاتل غسان سياراته، وتحديدا في منطقة الزعفرانية. لم تكن ثمة دالة على أن الأمور ستنقلب رأسا على عقب في هذا المكان أيضا، فهنا الحياة تدب في كل شيء.